السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبروك عليكم الناس الكل، أحبائي وأصدقائي والمتفرجين الكل وأحباء ريحة كوجينتنا. هاكم تراو هليل رمضان ما شاء الله. اليوم جبت لكم روسات متاع صابلي فخمة، ولكنها هي قديمة، راهي الروسات هذه متاع زمان. وبرطل فرينة نعملوا الكمية هذه الكل. وتعرفوه البيتي فور هذايا وإلا صابلي هذايا قداش يبيعوه، راهو غالي. لكن احنا في دارنا نجموا بكمية قليلة نطيحوا الكمية هذيك الكل. تبعوني وشوفوا كيفاش عملته. خذيت 120 جرام سكر معها زيت متاع ليمون، وخذيت 250 جرام زبدة من مصدر حيواني، وكعبتين بيض، قبصة من الملح، و500 جرام فرينة، وساشي متاع فاني. راهي الفرينة اللي خذيتها متعددة الاستعمارات، يعني 0 خذيت أنا. نخلط الزبدة مع السكر، ومن بعد نحط الفاني ونحط قبصة الملح والبيض، ونكمل الفرينة عليها ونعجنهم. كيف نعجن؟ لمين، ما نعجنش هكايا عجنة، نبدا نلم. راهو كل واحد والفرينة متاعو، كل واحد كيفاش تشرب. انا حطيت 500 جرام، اما من بعد زدتها نصف ملعقة متاع فرينة. وانتوما والفرينة متاعكم كيفاش راهو. توا نلفها في البابي سولوفان ونحطها في الكونجيلاتير باش تبرد لي في ساعة. المكون الثاني اللي عندي 100 جرام لوز مرحية، و80 جرام سكر أرطب، و50 جرام فرينة، ولهنا 60 جرام زبدة، وكعبة بيض. باهي الزبدة اللي عملتها زبدة ذوبتها شوية أنا باش كيف نعجنها كيا ما تعبنيش. وتزيد على هذا أنا حطيت كعبة بيض كاملة، لكنها هي نحطوا الأبيض بركة على خاطر أنا راهو نخدم بدون مخ كما نقولوا، واحد متاع زربة أكل بدون عقل. حطيت يعني الكعبة كاملة بعد باش فقط، لكن ما عنديش يعني اللوز الكافي باش نقعد نصلح نزيد شوية لوز ولا حاجة. أما هي يلزم الخليط يجي يعني كثيف شوية هكايا كما نعملوا البيتي فور، يلزم يكون يابس شوية هكاك. أما هو جاني تري ما يسالش، ما هيش حاجة جراف. أما هكا وقت اللي انتوما تجيو تعملوا حطوا أبيض البيض فقط. توا البات متاع الصابلي بردت كما تراو. توا باش نشكلها الأشكال اللي مش تشوفوهم توا. توا كملت عملت الدوائر هذاكمية. ناخذ الأموندين اللي عملتها ونوزعها فوق الكعبة. كيف قلت لكم انا راهي جاتني طريه شويه، اما انتم ردوا بالكم ما تحطوش الكعبه البيض الكل، حطوا كان الابيض باش تقعد واقفه. وتزيد على هذا انا بعد ما شكلتها حطيتها في الفريجيدير، خليتها تبرد شويه باش كيف نحط الصابلي ما يسيحش الصابلي، يقعد محافظ على الشكل متاعو. وتزيد يلزم تدهنها بالابيض البيض من الفوق. انا ما دهنتهاش بحكم انه الخليط متاعي قعد طري شويه. اما وقت كي تعملوه يابس شويه تنجموا تدهنوها بابيض البيض من الفوق، تحطوا فيه شويه فاني وتدهنوها، وتحطوا كعبة اللوز وتدخلوه للفور على درجة 160 170 وانتي والفرن متاعك. والباقي الاخر متاع الصابلي شكلته كيف هكاكا. واللي فضلت لي اخر الصابلي اللي فضل الاخر حطيت فيه نصف ملعقة متاع الخميرة باش نشكل بيه الهلال.
الهلال هما يسميوه هلال لبناز وإلا كما تحبوا انتم سميوهم، ولكنهم راهو صابليه هذايا يجي بنين وما شاء الله. الهلال كيف نعملوه أخشن من الصابليه، يعني أعلى 1 سنتيمتر يكون العلو متاعو باش يجي هكايا عالي. ونحطوه في اللوز هكاك، اللوز هذاك هروشته لكن ما طيبتوش، اللوز ني. كيف نحطو يطيب الهلال هذا باش نحطو مع صابلي يطيب، من بعد ما يطيب الصابلي نحي الصابلي ونخلي الهلال يزيد من بعده هو شويه هكايا، على خاطر تعرفوا العجينه اعلى منه تقعد نيه، راها يلزم يطيب اكثر من الصابلي شويه. ندخلهم للفور على درجة 160 170 وانتوما والحرارة الفرن متاعكم. من بعد ما يخرجوا كيما تراو نقعد ندهن فيهم بالنباج كيما هكايا باش يعطيك اللمعة، ولا تدهنوه بالمعجون كيما تحبوا انتوما ولا ما تدهنوش. اما السكر انا اللي عملته في وسطها راهو سكر معتدل وما يجيكمش حلوين بالكل، يعني حتى الناس اللي ما ياكلوش برشا حلو ينجموا ياكلوا منه هما مرتاحين، خاطر الحلاوه متاعو راهي تشرح حاجات حلاوه معتدله. وكما تراو الكعبات كيفاش يعني عملتهم، واحدة الاخرين عملتهم بالمعجون وسكرتهم هكاكا وتوا ذقت شفتوا بنين الفرينة ما شاء الله طلع لنا هالكمية هذه الكل الوفيرة وصابلي فاخر بأتم معنى الكلمة. توا نقول لكم اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال وبسلامة، وطلعوه الفيديو خلي يتحصل على أكثر مشاهدة. وتوا نقول لكم رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وبسلامة في رسالة أخرى جديدة إن شاء الله.